بعد تألقه اللافت في المونديال وتقديمه اداء مبهر قدام منتخب استراليا وتقديمه اداء اسطوري قدام منتخب الارجنتين، بدأت كل الانظار تتجه نحو هيثم حسن. ازاي ده؟ لسه بيلعب في ريال اوفيدو لحد دلوقتي، وده اللي خلى كل الانظار تتجه ليه، خصوصا ان فريقه ريال اوفيدو هبط للدرجه الثانيه واللي موجود عنده شرط جزائي في العقد 12 مليون يورو، وبصراحه هو سعره لقطه بالنسبه للاعب بامكانيات وقيمه اللاعب هيثم حسن. واحنا النهارده جايين نتكلم عن ابرز الفرق المتاحه لهيثم ومين الافضل اللي يروح له هيثم حسن عشان يظهر ويتالق فيه بشكل كبير. لكن قبل ما نبدا صديقي ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتنزل دلوقتي تعمل اشتراك لو انت لسه مش مشترك عشان نوصل ل 1000 مشترك وتبقى من عيله الكويره. بداية هيثم يا صديقي كانت مباراة استراليا اللي نزل فيها كبديل وقلب المباراة رأسا على عقب. منتخب مصر كان بيعاني بشكل كبير، لا الراجل ده نزل خرجك بالكورة بمنتهى السهولة، بدأ يوزع لعب، بدأ يعمل تمريرات مفتاحية. الكي باسز عنده بالمناسبة من أهم المميزات عنده الكي باسز والدريبلينج. الدريبلينج عنده عالي جدا، لعيب بيقدر يمشي بالكورة لأمتار طويلة جدا، وعنده نسبة المراوغة عالية جدا، فهو بيتمتع بمهارة عالية جدا. وكمان السرعة، هو ظهر انه لعيب سريع جدا، بالمناسبة سرعته بتوصل ل 33 كيلومتر في الساعه تقريبا، ده اسرع واحد بعد صلاح. فهو من اللعيبه اللي بتتمتع بسرعه عاليه جدا وكمان بمهاره عاليه جدا، صناعه للفرص. فهو لعيب بيتميز بالسرعه الفائقه وكمان المهاره العاليه جدا، صناعه للفرص بيقدر يعملها بشكل كويس. الدريبلينج زي ما قلنا من اهم مميزاته. اللونج بولز بيقدر يعملها بشكل كويس، انه يقدر يغير الملعب. الكروسات سواء العاليه او الارضيه بيقدر يعملها بشكل كويس جدا. التسديد من مسافات بعيده كمان بيقدر يجيد التسديد بشكل كبير. التاكل بيعمله بشكل كويس جدا. اللعب تحت الكوره من اهم مميزاته يا جماعه، ودي هتفرق جدا في اختيار النادي، انه بيقدر يلعب تحت الكوره بشكل كويس، بيقدر يعمل على التحولات بشكل كويس، انه يخرج بالكوره من تحت الضغط. فهو بيقدر يخرج بالكوره بمنتهى السلاسه والبساطه وبشكل سهل جدا، يخليك مستمتع وانت بتتفرج عليه بصراحه. ويمكن خير مثال على الكلام ده هي مباراه الارجنتين اللي ظهر فيها بشكل قوي جدا جدا ومتع الناس بشكل مبهر يا جماعه، وكان من اهم اللاعبين في المباراه ان لم يكن اهم لاعب في المباراه، وظهر فيها بشكل مختلف. الكي باسز بتاعته عاليه جدا في المباراه دي بالمناسبه، وعدد المراوغات كان عالي جدا لدرجه ان هو كلفتهم حرفيا في الملعب. فهو كان وبيعمل كده مع دفاع الارجنتين، دفاع قوي مش سهل، فهو طبعا ظهر بشكل مميز جدا، وده لفت الانظار من كل الانديه اللي هنبدا دلوقتي نتكلم عنها. واول نادي معانا واللي انا شايفه الانسب لهيثم حسن واللي هتكون ضربه معلم لو راح هي فريق مارسيليا. فحسب تقرير الموقع فود 01 الفرنسي، فالتقرير بيثبت ان نادي مارسيليا رصد 10 مليون يورو للتعاقد مع هيثم حسن، اللي شايفينه هو البديل الامثل لجرين وود اللي رحل عن الفريق. لعيب لسه صغير في السن 24 سنه ومميز جدا، وانا بصراحه حاسه متفصل على مارسيليا يا جماعه. هيثم تحسه متفصل تفصيل على فريق مارسيليا، نفس طريقه اللعب تقريبا. اللاعب المهاري جرين وود هو نفس طريقه لعب هيثم حسن، اللاعب السريع المهاري اللي بيقدر يخرجك بسهوله من تحت الضغط، اللي بيقدر يخلق اكبر عدد من الفرص، وهو مميز فيها جدا بالمناسبه. هيثم حسن الدريبلينج بتاعه عالي، تقريبا نفس المواصفات، فهم شايفين ان ده البديل الامثل، واللي انا شايف انه ده هيكون افضل نادي بالنسبه لي. او الفريق الثاني وهو فياريال الاسباني اللي هو كان بيلعب فيه اصلا قبل ما ينتقل لريال اوفيدو بالمناسبه. فياريال حاطط نسبه اعاده بيع 40%، وده هيساعده جدا لانه مش هيضطر يدفع المبلغ المالي الكبير في اللاعب، لانه اصلا تقريبا ليه نص المبلغ او اقل بشويه. فبالنسبه لي اي واحد من الاثنين هيكون فرقه مميزه جدا بالنسبه لي، ولكن افضل مارسيليا 2 فياريال. او الثالث وهو ليفربول اللي انا شايف انها اخبار قويه بدات تصدر بقوه الفتره الاخيره، يعني بعض المواقع وعلى راسها الجول ديجيتال الاسباني رصد ويتكلم عن الموضوع ده، وان فعلا فيه اهتمام كبير جدا من نادي ليفربول باللاعب وانهم شايفينه بديل كويس جدا. فيا ريت والله يعني تبقى الفرعون المصري بتتكتب حكايته من جديد، ونا تقريبا نفس المكان وينج رايت زي محمد صلاح بالظبط. فهل هنشوف فعلا ملك جديد وفرعون جديد للانفيلد بعد رحيل الاسطوره محمد صلاح؟ عن نفسي اتمناها بكل تاكيد، لكن حاسس ان لسه الخطوه بدري شويه على هيثم. ما تنساش تقول رايك في الكومنتات كمان، شايف خطوه ليفربول دي بالنسبه لهيثم حسن عامله ازاي؟ اخر التقارير كان تقرير تركي لاحد الصحفيين اللي هو اكرام كونر، اتكلم ان في 3 انديه مهتمه فعلا باللاعب هيثم حسن، وكان ده اخر تقرير تم رصده من 3 انديه: سيلتيك، طرابزونسبور ومارسيليا. زي ما قلت لك مارسيليا دايما هتلاقيها مهتمه بشكل كبير جدا باللاعب وحاطه عينها عليه بشكل كبير، وسيلتيك كمان اللي مهتمه جدا بالتعاقد مع اللعيب حسب التقرير ده، وكمان طرابزونسبور اللي ظهر في الفتره الاخيره حسب التقارير الصحفيه التركيه ان طرابزونسبور فعلا مهتم بالتعاقد مع هيثم حسن. ولكن خرج بعض النفي من المصادر المقربه ان لا لسه الامور فيها كلام، فمش عارفين الفتره الاخيره. لكن طبعا ما اتمناش بصراحه انه يروح سيلتيك او طرابزونسبور، اتمنى بكل تاكيد مارسيليا، فياريال، او الثالث يكون ليفربول. اتمنى ان اشوف هيثم الموسم الجاي فرقه من ال3 دول، نتمنى ان هو يتالق بشكل كبير ويكون محمد صلاح الجديد في اوروبا. ما تنساش يا صديقي تقول رايك في الكومنتات، شايف ايه افضل فريق لهيثم انه يروحه، وتتوقع هو فعلا ممكن يروح فين الموسم الجاي.